السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ بتكونوا بخير في أحسن حال. بما إننا اتفقنا إن احنا هنتكلم على في سلسلة حلقات عن الراحة النفسية والصحة النفسية. في دايما ناس بتسأل: أنا فلان بيعاملني كويس، أنا فلان لأ مش حاسة، فلانة بحس إن هي لأ هي بتعاملني بس كده بالظاهر، لكن أنا مش حاسة إن جواها كده ما بتحبنيش، إن هي مش عارفة ايه، ده أنا بيوصل لي كلام إن هي مش عارفة بتقول عني ايه وعني ايه. في مقولة منسوبة لسيدنا عمر بن الخطاب، هي حكمة ونصيحة. بيقول فيها ايه؟ عاملوا الناس بما يظهرونه لكم، تمام، والله يتولى ما في صدورهم. تمام. تعالوا بقى ايه نشوف الجملة دي معناها ايه. الجملة دي اول حاجة فيها يعني ان احنا اول حاجة علاقة مع ربنا، ان احنا في علاقتنا مع ربنا احنا بنعترف ان ربنا وحده عالم الغيوب، هو اللي وحده عالم باللي في الصدور. تمام. وبما انه هو وحده عالم باللي في الصدور، فاحنا مطمئنين ومفوضين امرنا لله ان هو هيتولى في صدور الناس دي. طيب برضو بتقول لنا ان احنا نتعامل بالظاهر، ولما هنتعامل بالظاهر هنرتاح كتير. والله الناس بتعاملنا كويس، في وشنا بتضحك، بتقابلنا كويس، اسلوبها كويس، بتعيد علينا بنعيد عليها، فما دام بنتعامل كويس فخلاص ملناش دعوه باللي في الصدور دوت. تمام. كمان فيها كميه راحه نفسيه رهيبه. احنا بقى بعد لما لا هنقعد بقى نفتش في النوايا، ولا هنحلل اقوال، ولا هنحلل افعال، وهنرتاح. هيبقى فيه راحه نفسيه، وهيبقى فيها جزء كمان من ايه، النضج العاطفي، ان احنا لا احنا عندنا بنتعامل برقي، وبنتعامل باللي احنا شايفينه قدامنا. تمام. ثقوا وتاكدوا ان اللي بيتعامل بفطرته وبطبيعته وبطيبته، ومفوض بقى اللي في الصدور الناس دوت لرب العالمين، اكيد ربنا مش هيسيب. وفي يوم من الايام لو الناس اللي حواليه دول فعلا مش كويسين، فربنا ان شاء الله باذن الله في يوم من الايام هيبين لهم ويوضح لهم حقيقتهم، وساعتها هنعتمد برضو مبدأ ومقولة لسيدنا عمر: اعتزل ما يؤذيك. ساعتها هنهجرهم هجر جميل، هنهجرهم من غير اذيه. يعني خلاص احنا مادام احنا خلاص مش هننفعهم، فمش هنضرهم، هنبعد، واحنا طيبين برضو، محتفظين بنقائنا بقلبنا الطيب الحنين، ومش هنأذي حد. فاضل حاجة بسيطة جدا بس، يعني هنفرد لها بقى حلقة، اللي هو مهارة اللا حب. في ناس يقولك انا بكره فلان، انا بكره علان، لا احنا هنلغي بقى موضوع ان انا بكره حد دي، هنستبدلها بمهارة اللا حب. استنوا الفيديو الجاي وانا هقولها لكم ان شاء الله باذن الله. صلوا على النبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.